في حادثة شغلت الرأي العام، شهدت إحدى العمارات الحديثة بمدينة حجة انقشاع بلاط صيني من مكانه لاحتوائه على عبارة لا إله إلا الله وبعض أسماء الله الحسنى موزعة في أركان البلاط. وكان المستأجر في المنزل قد سمع أصوات تكسر البلاط وانقشاع الموكيت وفر هاربا. وقد أدان أبناء المدينة هذه الحادثة وطالبوا بمقاطعة هذه المنتجات. مخطئ من ظن بأن زمن المعجزات قد ولى. في هذه العمارة بمدينة حجة حدث أمر تقشعر له الأبدان. بلاط صيني الصنع ينقشع من مكانه ليلا، ليس من رداءة في العمل، إنما لاحتوائه على عبارة لا إله إلا الله وبعضا من أسماء الله الحسنى. احنا في ظننا على أن البلد هذا يعني بيرتفع من حاله، فالمستأجر قام بعد ما ارتفع بيومين أو ثلاث، قام بحسب قلم رصاص فلا وجد إلا وفيه أسماء الله. عندما بلغوني ورأيت هذا الشركة المجرمة الذي بتسيء إلى الله وإلى محمد وإلى أسماء الله، فهذا والله أني مخزي على الناس الذي بيستوردوا هذا البلاط من الشركة هذا. المستأجر في هذه العمارة الجديدة وفي ساعة متأخرة من الليل سمع قعقعة وأصواتا لبلاط يتكسر فظن أنه يحلم، لكنه حينما نظر إلى الباب ورأى الفرش الموضوع على البلاط يرتفع من مكانه مع استمرار تكسر البلاط فر هاربا خارج العمارة ظنا منه بأن زلزالا ضرب المدينة. كان احنا نايمين تمام، وجاء سمعنا مقارحة، سمعنا مقارحة قاعد يعني حاجة بتكسر. افتجعنا احنا خرجنا من الغرفة إلى الصالة، جينا نبصر الموكيت ارتفع قلنا ما هو هذا، نكشف على ما اسمه الموكيت وانه البلد الذي تكسر، فخفنا وافتجعنا وهربنا خارج العمارة، قلنا هذا العمارة اشتكى. هذا هو البلاط الصيني، وهذه هي العبارات التي تتضح جليا لمن يمعن النظر فيها.